إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناتكم حميد ستوري مع قصة جديدة. إلى عجبتكم ما تنسوش ديروا لايك وتشتركوا وتفعلوا جرس الكل وتخليوا لي آراءكم في التعليق. وكما كنبداو دائما وكنقولوا أن كل حدث، مكان، زمان أو شخص كتربطنا به قصة وهي دائما اللي كتفكرنا به. المكان اليوم هو قاعة المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، قاعة كتمر فيها العديد من القضايا اللي كدوز تحت يد السادة القضاة وكيترافعوا فيها السادة المحامون، وغالبا الأطراف اللي هما المواطنين أصحاب القضايا أو الدعاوى القضائية إما كيخرجوا منها زاهين بالانتصار على الغريم ديالهم أو براءتهم، أو كيكونوا مدانين وكتعاقبهم المحكمة بالسجن أو الغرامة. قضيتنا اليوم واللي هي حدث قصتنا شيء آخر. إخواني أخواتي، قاعة المحكمة عاد بدات كتعمر وغادية تبدا فيها الجلسات مع ال11. في داك الكرسي الطويل ديال قاعة المحكمة جالسة مرقية. مرقية في عمرها 76 سنة، مرا كلا منها الزمان، جالسة بجلابيتها وعكازها، عينيها حمر مغرغرين بالدموع وباين عليها حال البؤس وكذلك الفقر. وجهها اللي الزمن حتى جا عيدو صفر ومخطوف. جالسة مسكينة كتسنى السيد القاضي أو السيدة القاضية يدخل ويجبد الملف ديالها وينظر فيه، ومعها المحامي ديالها واللي شد الملف ديالها بلا خلاص، حيت أولا جات من طرف أحد أصدقائه، وثانيا لأنها بقات فيه. وفي الجهة الأخرى أي الجهة اليسرى ديال المرقية جالس ولدها عبد الصمد، ولدها واللي كما كنقولوا ولداتو على عقر من راجلها الثالث الله يرحمه با العربي، حيت كانت مزوجة قبل من با العربي زوج د الرجال، وحيت ما كانتش كتولد طلقات منهم وتزوجات با العربي. با العربي اللي كان ولد خالتها في نفس الوقت، واللي ولدات منه وكما قلنا ولدها الوحيد عبد الصمد، من بعد ما مر على زواجهم عامين بالضبط. الله شاف من حالها عطاها الذرية، وهي اليوم غادية تحكي للقاضية قصتها مع ولدها عبد الصمد. من بعد ما دخلوا السادة القضاة بداو في جرد الدعاوي القضائية وكيدوزوها دعوة دعوة، ها السكر، ها العنف، ها النفقة، ها الاعتداء، حتى وصلت نوبة مرقية. نادات السيدة القاضية على المحامي ديال مرقية اللي تبت الحضور ديالو، وطلبات لاكارت ناسيونال ديال مرقية. شافتها وتأكدت منها، وبقات تقريبا شي 2 دقايق وهي كتشوف في لاكارت وكتقلبها وتعاود تشوفها وتشوف في مرقية، لدرجة أن الأستاذ المحامي انتبه للأمر. المهم طلبت السيدة القاضية من مرقية تفضل قدامها، وقالت لها تفضلي يا مرقية قولي شنو عندك. بدات مرقية كتبكي، قلبها طايب على ولدها وحيدها واللي طلعت به من الدنيا. الأستاذ قال لمرقية عافاك مرقية بركة من البكا، الوقت المحكمة ضيق، عافاك تكلمي. قاطعته السيدة القاضية قالت له خليها أستاذ غير بشوية عليها، وتوجهت لها بالكلام مرقية غير بشوية قولي لنا اش ضرك. جاوبتها وبدات في القصة. هذا ولدي عبد الصمد، وهو اللي طلعت بيه من الدنيا، قريته كبرته وفضلته حتى على نفسي. كنت كنتمنى نشوفو شي حاجة كبيرة في الدنيا بحال كاع قرانو، بحال كاع قرانو اللي كانوا جيراننا، لكنه ما قراش وتبع طريق الكارو والحشيش والبلية، واليوم راه داير فراشة في القريعة، وكو كان غا خدام فيها راه مرة يمشي مرة لا. عييت ما نصح فيه، وفي يوم قلت ارا نزوجو عسى يتصلح حالو. زوجتوها ساعات القضية وتسلفت وتكلفت وجبتها ليه من العروبية، زعما على قد يدو وعلى قد يدي. اليوم هانتي وكيما كتشوفي رماني هو ومراتو في الزنقة. هنا سولتها القضية الدار اللي خرجك منها ديالك ولا ديالو؟ جاوبتها مرقية هذيك الدار كتبها لي راجلي العربي الله يرحمه قبل ما يموت، وانا من بعد كتبتها بسميتو، بسميت ولدي عبد الصمد. هنا تبسمت القضية واحد التبسيمة للاستهزاء اللي اثارت فضول المحامي. الاستاذ المحامي ديال مرقية
ماشي عاد بدا في المحاماة، راه راجل كبير ومحامي متمرس، والطريقة اللي كانت كطرح بها السيدة القاضية الأسئلة وحتى الملامح ديال وجهها منين كتجاوبها عليها أمي رقية كانت ملامح غريبة، وكأن هاد القضية كتعرف شي حاجة في القضية أو كتعرف أحد أطراف الدعوة. هادشي خلى علامة استفهام عند السيد المحامي، رغم أن الدعوة ديال أمي رقية راها دعوة عادية. هاد الأمور ديال الصراع بين الأبناء وآبائهم اللي يقدر يوصل بعض المرات حتى العنف ولا ظاهرة عادية في المغرب وخاصة في المدن الكبار، وهذه طبيعة إنسانية خلقها الله في البشر، لأن حب الآباء للأبناء حب فطري، وحب الأبناء للآباء مكتسب، بمعنى أن الأم أو الأب كيبغيو ولادهم وخا يكونوا هاد الولاد مجرمين كاع وما مهليينش فيهم، والعكس غير صحيح، بمعنى أن الأبناء الحب ديالهم لآبائهم مكتسب. إلا كانوا والديهم مهليين فيهم في صغورهم راهم كيحبوهم، أما إلا كانوا مهملين ليهم أو عمرهم شي حد عليهم وما كانش عندهم الوازع الديني فيقدروا ينفروهم أو حتى يكرهوهم. وهذا الشيء اللي وقع مع مرقية وولدها عبد الصمد. عبد الصمد واللي كان كيحب امه وعارف انها كانت كتفضلو على نفسها حتى هو كان كيبغيها، ولكن منين بدات كتعمر مراتو عليها بدا كينفرها شويه شويه، وهذه راها حرب النساء. هنا تقدروا اخواني اخواتي تقولوا لا، راه الا كان الاصل طيب ديال عبد الصمد والام ديالو، فهاد المراه واخا تعيا تعمر فيه ما غاديش تزعزع حبه لامه وتعصيه عليها. وفعلا اخواني اخواتي انا كنشاطركم الراي، وهذا الشيء علاش هاد القصه سميتها كما تدين تدان. وهنا غادي نعرفوا علاش السيده القاضيه تبسمات باستهزاء. محل السكنه ديال مرقيه واللي عندها في لاكارت ناسيونال هو المنزل رقم كذا في الزنقه كذا في الحي اللي هو درب السلطان بالدار البيضاء، وهي نفس الزنقة اللي كبرت فيها وترعرعت السيدة القاضية هذه أكثر من 40 سنة. غير السيدة القاضية رحلوا من ديك الحومة وبقات عندها ذكريات في حومتها القديمة، ومنها ذكريات الماضي ديال أمي رقية. أمي رقية كانت مزوجة جوج د الرجال قبل من با العربي، وطلقت منهم لأنه بعد مدة كيكتشفوا أنها ما كتولدش. في ذاك الوقت ما كانتش إمكانيات طبية متاحة للجميع باش يعرفوا المرأة واش كتولد ولا لا، وبالاحرى واش المراه اللي ما كتولدش ولا الراجل. وفي غالب الاحيان الراجل كيطلق رضوخا للضغوط ديال مو خواتاتو وعائلته وكيعاود يتزوج، والمراه كتطلق وما كيبقى يزعم عليها حد. وفي قصتنا اليوم مرقيه او رقيه، المراه الجميله الشابه انذاك زعم عليها ولد خالتها العربي اللي ماتت ليه المراه وخلات ليه زوج د الذكوره، جوج وليدات. قنعات امو اللي هي في نفس الوقت خالة رقية يتزوج برقية بنت خالته يسترها وتكون ام لولادو، وخاصة انها محرومة من الامومة. وفعلا تم الامر، وفي ذاك الوقت كانت باقية الجورة الطيبة وشي كيعرف اخبار شي، بمعنى ان هذا الامر كان معروف في درب السلطان كله، وبما فيه الاسرة ديالت السيدة القاضية اللي كانت باقية طفلة وكتلعب مع ولاد حومتها ومنهم ولاد با العربي. وفي يوم اكتشفت مرقية انها حاملة على عقر، ومن مور ما ولدات تبدلات رقية من مرأة خاضعة الى مرأة مسيطرة. وكما كنقولوا وكيقولوا الناس الولا الله ينجيك من المشتاق الى فاق. بدات علاقتها كتسوء مع خالتها عجوزتها زعما، وقنعات راجلها العربي يكتب ليها الدار اللي في درب السلطان بحجة انها خاصها ضمن حقها، وانه مازال كيمتلك دار اخرى في الدرب الكبير. واللي تذكرته السيدة القاضية والصورة من طفولتها ومازال بين عينيها ان ام رقية في واحد الليلة واللي كان فيها راجلها مسافر العروبية خرجات عجوزتها وولاد راجلها ورمات لهم حوايجهم في الزنقة، وان امها اي ام القاضية هي اللي دخلات عجوزتها والدراري لعندهم. وتما بدات بفضول الطفلة والانثى كذلك كتسمع الشكوى ديال عجوزتها منها، وكيفاش انها كانت كتعاملها بوقاحة، وان السبب اللي شعل العافية بيناتهم هو ان العجوزة لقات صدفة حرز ديال السحور في واحد المخدة اللي كان معروف العربي كيديرها تحت راسو.
لقات الحرز منين بغات تخوي المخدة باش تدوزها في التصبين. وكانت الطفلة واللي هي الآن السيدة القاضية كتشوف، وبحكم أنها كانت كتلعب مع ولاد البا العربي كتشوف داك العصا اللي كانت كدير ليهم رقية، وماشي أي عصا. ديك العصا والضرب بحقد وكراهية بقات في ذاكرتها اليوم. السيدة القاضية وفي وسط الهضرة ديال أم رقية ملي كانت كتعاود ليها على العنف اللي كان كيدير ولدها ومرت ولدها والأحداث اللي وقعت بيناتهم، قاطعتها بواحد السؤال. قالت لها أم رقية بغيت نسولك، قبيله قلتي لي بأن الدار كتبها لك با العربي، وانت علاش كتبتيها لولدك؟ كون ما كتبتيهاش لولدك كره اليوم انت باقا في دارك بعزك. دابا قانونيا الدار دار ولدك، والمشاكل اللي عندك كما كيقول ولدك في المحضر كيقول بان المشاكل اللي عندك مع مراتو، وانتي كتقولي تنتي في المحضر بانه ما ضربكش او لا عنفك، هما جراو عليك وخرجوك. قالت لها السيده القاضيه واش ممكن نعرف السبب اللي خلاك تكتبي لولدك الدار كامله؟ كون كتبتي ليه شي نصيب او علاش كتبتيها له كامله؟ ما قدراش تجاوب مرقيه على هذا السؤال. قالت لها انا كان عزيز عليا وكنبغيه وكتبت لي، رغم ان السيده القاضيه كانت عارفه الجواب. لان مرقيه في ديك اللحظه كتبت الدار بسميه ولدها خوفا من انه يقوموا ولاد راجلها اللي هما ربايبها يقوموا ويرفعوا عليها دعوة ويقولوا بأن باهم قبل ما يموت بمدة وجيزة ما كانش كيتحكم في القرار ديالو من يكتب ليها الدار. كتبتها بسميت ولدها، سجلاتها وحفظتها باش تهنى من هادشي كامل، باش تهنى من المساءلة القانونية أو أنهم يحيدوا لها الدار. وكما استمعت السيدة القاضية المرقية استمعت كذلك لولدها عبد الصمد اللي خلاته باقي صغير عنده شي 3 سنين، دابا كبر وطوال وتجبر على الام ديالو وطردها من الدار. الشيء اللي نفاه وقال ان الامر مجرد خصومه ديال مرتو مع الام ديالو، وهذه امور نسويه. ولكنه زاد وعقب ان الام ديالو كما كيقول الله يهديها حتى هي ما كتبغيش تدخل سوق راسها وكتدخل في امور بعيده عليها، وهو الامر اللي كيستفز الزوجه ديالو. وهو في غالب الاحيان اللي كيدخل يحكم بيناتهم كتكون الام ديالو هي اللي غلطه، حيت ولفات التعامل بسلطويه وسيطره كما كيقول، وكتنسى ان الدار فيها مرا اخرى. وبدا كيبكي قدام السيده القاضيه، كيبكي لانه كما كيقول كيبغي الام ديالو ولكن هي اللي راسها قاصح. اعذار واعذار واعذار كنظن غير مقبوله، ولكن السيده القاضيه ملزمه تسمع لجميع الاطراف وعاد تحكم، رغم ان الحكم في بحال هذه القضايا صعيب ومعقد. السيده القاضيه اليوم غادي تطبق اللوائح والمساطر المعمول بها في المملكه. هاد السيدة القاضية واللي معروفة بنزاهتها وشرفها والسمعة ديالها اللي كتربي بها المثل وسط المحكمة واللي كيشهد بها المحبين لها وكذلك الحاقدين عليها. السيدة القاضية اليوم وبعد مرور سنوات طوال من الاشتغال ديالها في مهنة القضاء أول مرة كتحس بمعنى كلمة أو مثل كما تدين تدان. إخواني أخواتي، حنا فاش شفنا مرقية، أقصد أنا حميد سطوري وأنتم متابعين القناة، شفنا مرقية مظلومة وأن الابن ديالها والزوجة ديالو ظالمين، وأنا ورأيي المتواضع كنقول أن الابن ديالها ظالم لأن هذيك مو ولازم يبر بها ويتهلا فيها ويفضلها على الزوجة ديالو، وخاصة أنها وصلت لهذا السن هذا وما عندها حد من غيره. وأنا كنقول أيضا أن مرقية ماشي مظلومة، وأن هذا بلاء من عند الله، هذا بلاء ماشي ابتلاء. نتوما إخواني أخواتي شنو رأيكم؟ وما تنساوش إلى عجباتكم القصة ديال السيدة القاضية أم رقية ما تنساوش تدعمونا بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الكل ليصلكم كل جديد.